ايه رأيكم لو قلت لكم دلوقتي اننا نقدر نسافر عبر الزمان، وان العالم اللي احنا عايشين فيه ده جزء من عوالم تانية ما نعرفش عنها حاجة؟ لا، الكلام ده مش اي كلام، دي نظريات وضعها اكبر العلماء وحيرتهم تماما، وارتبطت الدراسات دي بوكالة فضائية ضخمة وموثوقة. خد الصدمة بقى، اللي أنا بقوله ده مش من الاكتشافات الحديثة، لأ، ده من الحضارات القديمة. موضوعنا النهاردة بين الواقع والخيال، ولكن الدلائل العلمية والتحليلات من إحدى أكبر المنشآت العلمية. البوابات النجمية فجوة أو بوابة زمنية وكونية بتسمح بالانتقال من مكان لآخر أو من زمن لآخر مهما كان بعيد في فترة قصيرة جدا، إن كان من خلال ما يسمى بالبوابات الكونية اللي بتسمح بالانتقال بين كواكب الكون، أو البوابات الأرضية اللي بتسمح بالانتقال بين أرجاء الكرة الأرضية. يعني ببساطة شديدة في عوالم وأزمنة تانية موازية لينا، والشيء الوحيد اللي يقدر ينقلنا من العالم ده للعوالم التانية هي البوابات النجمية. والعامل الأساسي بقى في الانتقال ده اسمه الثقوب السوداء أو الثقوب الدودية، وفي علماء كتير جدا أثبتوا وجود الثقوب الدودية. البوابات النجمية ليها نوعين، مؤقت بيفتح فترة قصيرة وبعدين يقفل تاني، والنوع التاني الدائم بيفتح أكتر من مرة في وقت قصير. طيب السؤال اللي هيجي في دماغك دلوقتي، هي البوابات دي اتكونت امتى وازاي؟ في نظرية فيزيائية للعالم أينشتاين اسمها أينشتاين روزن بريدج، والنظرية دي بقى بتقولك إن تكون الثقوب الدودية اللي بتكون البوابات النجمية بترجع لنشوب منفذ فضائي لما بيحصل خلل في الزمن الفضائي. طب والخلل ده بيحصل إزاي؟ بيحصل نتيجة وجود حقل فضائي مكثف وعميق بينتج عن انفجار نجم أو تداخل بين القوة المغناطيسية للأرض والشمس في الفضاء، وبيعزز هذا التداخل مرور رياح شمسية هوجاء. والبوابات بقى دي صعب جدا تحديد مكانها بدقة، وممكن يقعدوا سنين عشان يلاقوا بوابة واحدة بسبب عدم استقرارها. تعالوا بقى أقول لكم البوابات دي ظهرت في أنهي حضارات. نبدأ بأرض الفراعنة مصر، وتحديدا أهرامات أبو سير. علماء الآثار بيعتقدوا إنها أقدم موقع لبوابة نجمية على الأرض، والعلماء لقوا في المكان ده ما يشبه بالمنصة مصنوعة من حجر المرمر، وبيعتقد العلماء إن المنصة دي كانت بتمكن الإنسان من التواصل مع قوة كونية ليها شأن وقداسة كبيرة. وكشفت الأثريات عن نصوص هيروغليفية بتتكلم عن البوابات النجمية، وبتقول إن الملك أمنحتب بنى على الأرض بوابة زمنية ويقدر يروح من خلالها لأبعاد تانية ويرجع في وقت قصير جدا، واللي من خلالها قدر ينقل علم كبير لمصر وكان سبب في التقدم الكبير ده. ومن أهم العلوم علم التحنيط. والغريب بقى إنهم لقيوا في معبد سيتي مخطوطة فيها رسومات لأطباق طايرة وغواصات وطيارات، والحاجات دي في الوقت ده كانت شبه مستحيل، وده بالنسبة للعلماء دليل قوي جدا على وجود بوابات نجمية زمان في مصر. لما نروح للحضارة السومرية هنلاقي إن في ختم معروف بيخص الحضارة دي. الختم ده عليه إله بيعبر من بوابة نجمية للعالم بتاعنا وحواليه أعمدة من المية. وفي مخطوطة سومرية اسمها نينورتا وبرضه بتدل على البوابات النجمية. المؤرخين والباحثين لاحظوا إن الشخص اللي على المخطوطة دي لابس ساعة زمنية حديثة. هو يا ترى الشخص ده مسافر من عصرنا؟ أما بقى في سريلانكا هنلاقي إن في أشهر المعالم الأثرية هي الحديقة ريماسو أويانا، والحديقة دي بقى كانت بتضم كل الحدائق الملكية ومليانة بالآثار والمنحوتات اللي بترجع للعصور قبل الميلاد، وكان فيها محفورة موجودة عليها الخريطة النجمية، ويقال إن الرموز اللي عليها هي شفرات بتفتح بوابة نجمية كانت موجودة في المنطقة دي. ولكن في علماء بيعتقدوا إن الرموز دي ملهاش أي علاقة بالبوابات النجمية، وإنها إحدى أوائل خرائط العالم. أما بقى في أمريكا الجنوبية وتحديدا في البيرو بالقرب من بحيرة تيتيكاكا المقدسة عند شعب الإنكا، لقوا هناك بوابة نجمية اسمها الباب إلى الآلهة، واكتشفوها سنة 1996 بالصدفة، واللي اكتشفها مرشد سياحي اسمه جوزيه ماماني. والبوابة دي عبارة عن مجسم حجري محفور في جبال هايو ماركا، ارتفاعه 7 أمتار وعرضه 7 أمتار، وفي باب صغير محفور على قاعدة الباب الكبير،
وبحسب الأسطورة إن الباب ده كان معبر للأبطال اللي كانوا بيعدوا من الباب ده وينضموا للآلهة في العالم الآخر، وإنهم رجعوا تاني مع الآلهة دي عشان يطمنوا على أحوال الشعب. وفي رواية تانية منتشرة بينهم بتقول إن في القرن ال16 وصل المستكشفون الأسبان إلى البيرو وبدأوا بالاستيلاء على ثروات الإنتس، ولما وصلوا للباب ده في راهب من الإنكا بيخدم في معبد الأشعة السبع اسمه أمارو مارو حس بالخطر وفتح الباب ده بمفتاح ذهبي على شكل قرص اسمه مفتاح آلهة الأشعة السبع. وبحسب الأسطورة إن الباب الحجري ده اتحول لنفق مضيء باللون الأزرق وعبر منه الراهب، وبعدها رجع الباب لطبيعته تاني. بس الغريب بقى إن الباحثين وعلماء الآثار لقوا فعلا مكان محفور على شكل قرص على الباب ده. وبوليفيا في أمريكا الجنوبية برضو المعلم الأثري هوما بونكو اللي فيه بوابة الشمس اللي على حسب المعتقدات القديمة هي بوابة نجمية. أما بقى في أمريكا الشمالية سيدونا في ولاية أريزونا الشمالية، المكان ده فيه إحساس غريب جدا وكأنه مكان خارق للطبيعة، بيطلع منه ريحة صنوبر ومليان بالصخور الحمراء الضخمة وبتحيط بيه دوامات من الطاقة الغريبة، وخصوصا بقى في نقطة اسمها معبر الآلهة وهو على شكل قوس كبير من الصخور الحمراء على قمة الجبل. والأسطورة المحلية بتقول إن البوابات النجمية موجودة في كل أنحاء سيدونا وإن في أشخاص من عوالم أخرى عبروا من البوابات دي. الغريب بقى إن في كتير من السياح زاروا فعلا المنطقة دي وأكدوا إنهم حسوا بطاقة غريبة بتلف المكان وخروج ذبذبات بتخرج من جسمهم شبه نبضات القلب. ومعنى كده إن البوابات النجمية منتشرة في مختلف بقاع الأرض. طيب إيه بقى الدليل العلمي على وجودها؟ معظم العلماء بينتقدوا نظرية البوابات النجمية وبيعتقدوا إن مفيش أي دليل على وجودها وإن البوابات دي أشكال هندسية مش أكتر، لكن بقى في رأي عكس كل ده. بالإضافة لنظرية أينشتاين المتعلقة بالثقوب السوداء وإمكانية السفر فيزيائيا عبر الزمان، في دراسة أجراها عالم البلازما الفيزيائية جاكس كودر في جامعة أوتوا وممولة من وكالة الفضاء الدولية ناسا. وعلى أساس الدراسة دي قدر جاك يحدد أكتر من نقطة باسم إكس بوينتس بيتميزوا بحقول مغناطيسية عالية بين الأرض والشمس يمكن تحديدها باستخدام الأدوات المناسبة. وأكد الباحث أن المناطق دي فيها منافذ بين الأرض ومحيطها الخارجي، والأمر ده استطاعت إحدى سفن الفضاء التابعة لوكالة ناسا اللي اسمها تيمس ملاحظته وتوثيقه. وأقرت ناسا عام 2015 إنها قعدت عقد من الزمن تبحث عن منافذ من الأرض للعوالم الخارجية، وفي المناطق دي بالتحديد بيحصل ظواهر طبيعية نقدر نشوفها بالعين المجردة زي الأضواء الشمالية وأضواء القطب الشمالي والعواصف الجيومغناطيسية. ولكن جاك وفريقه مش قادرين يفهموا إيه الهدف من البوابات دي، الأمر اللي عمل جدل كبير جدا في الأوساط العلمية وبتنتظر من يكتشفها ويحل لغزها. انتوا بقى ايه رأيكم؟ هل البوابات دي موجودة فعلا؟ وهل في أشخاص من عوالم تانية قدروا يعبروا البوابات دي ويعلموا الحضارات القديمة العلوم المتقدمة؟ وهل فعلا النقاط اللي حددها العالم الفيزيائي ووكالة ناسا هي منافذ للعالم الخارجي؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.